وحوارات في الشأن المحلي والوطني. كل ما يهم المواطن يجيكم كل خميس من 11 للماضي ساعة مع فوزي اليوسفي. اهلا وسهلا، نعود لكم من جديد السادة والسيدات متابعي ومستمعي اذاعه الكرامه حيثما كنتم تتابعوا فينا داخل وخارج تونس على صفحه الاذاعه 90.5% اف ام في ولايات الوسط والجنوب. مرحبا بكم. اذا برنامجنا برعايه شركه سكوب انرجي مقهى راس ديليس واستراحه الامراء بالسباله. مرحبا من جديد. اذا عاين على المهرجانات اليوم باش نمشوا لمهرجان الحاج منصر للفروسيه والتراث في دورته الثانية بعد أن أصبحت هنالك جمعية الثقافة والإبداع والطفولة بالمنصورة اللي هي تشرف على هذا المهرجان. في الحقيقة منذ أن تولت هذه الجمعية السنة الفارطة وهذه السنة هنالك نقلة نوعية كبيرة في هذا المهرجان، تحول من زردة إلى مهرجان وفيه فعاليات كبيرة، فيه برشا حاجات. باش ناخذ أكثر التفاصيل مع السي عبد المجيد المنصري اللي هو رئيس الجمعية الثقافية للإبداع والطفولة بالمنصورة والمشرفة على هذا المهرجان في الحقيقة الشعبي الكبير الذي يستقطب يعني عشرات الآلاف من الزوار طيل 3 أو 4 أيام، والاستعدادات حثيثة منذ يوم أمس وقبل يوم أمس. وكنا رينا تابعنا معتمد سيد علي بن عون وكذلك الهيئة المديرة لهذا المهرجان على عين المكان في متابعة وفي طبيعة الحال في آخر اللمسات وآخر التحضيرات لهذه المناسبة التي ينتظرها أهالي الجهة والمتنفس تقريبا في تلك المناطق. وفي هذه المناطق الداخلية لا يوجد بحر بطبيعة الحال، لا يوجد هنالك في الحقيقة يعني مركبات ثقافية تستقطب يعني كل الزوار. فقط المهرجانات والفرصة الوحيدة للجهة خاصة بعد موسم الجني، بعد موسم الحصاد، بعد موسم كل شيء يعني بعد موسم التعب يجي شوية راحة هكا جماعتين ماذا بينا هكا كل مرة في مهرجان يتفردوا أبناء الجهات الداخلية. نأخذ سي عبد المجيد المنصري. مرحبا سي عبد المجيد، أهلا وسهلا. مرحبا بك وتحية لمستمعي كرامة اف ام وتحية ليك سي فوزي وكل متابعي. مرحبا بك وتحية لكل الأهالي وكل الأصدقاء والصديقات والأهالي في المنصورة وفي سيدي علي بن عون وفي ولاية سيدي بوزيد يسمعوا فينا حيثما كانوا، وخاصة عشاق المهرجان مهرجان الفروسية والتراث بالحاج منصر، مهرجان الحاج منصر بالمنصورة. مرحبا بك سيدي. يا سيدي أعطينا فكرة على هذا المهرجان وقتاش يبدأ الساعة؟ كل الساعة كل أهالي بيدوك التحية سي فوزي، يستنوا قدومك. انت ولد المهرجان ومن من الاوائل ديما تعدي برامج على المهرجان، ومشكوره كرامه اف ام من الاذاعات الاولى هي اللي تواكب المهرجان من اول لاخر. مرحبا. المهرجان ان شاء الله يبدا 25 جويلية يوم الافتتاح. ايوه. وتواصل لمده 3 ايام 26 و27. 25 26 عندنا سوق تجاري هو بدا الانتصاب من اليوم. أيوة. من اليوم معنا فيه كل ما يسحقوا الزوار من مفروشات، من مواد جبائيه، من مواد منزليه، من جزار موجوده، كل شيء موجود، انواع اللحوم الكل موجوده. حمل حاشي موجود. سوق تجاري قاعد يكبر، وسوق تجاري الناس كلها تزوروا من الاهالي من حتى من الولايات المجاوره. واضح. المهم ركزنا على الهم الحاشي موجود ولا؟ هيك نحن في المهرجان نتاعنا اكثر حاجه مطلوبه وجوه مرات الاخرين، خاطر معروف المهرجان نتاعنا بالحم الحاشي. واضح. طيب. القعود الطري الفريشك على عين المكان يسبح قدامهم وياخذوه ويروحوا فرحانين به ان شاء الله. ان شاء الله. بالنسبه للسوق وهذا المعرض التجاري كنصاب اللي يجوا ينصبوا، خلينا نتكلم بالدارجه بلهجتنا، تخلصوا عليهم فلوس ولا مجانا؟ ما تاخذوش عليه؟ لا والله حاجات رمزيه، ندخلوا لهم الضوء، نوفروا لهم الماء، نرششوا لهم الطريق، معناها راهو حاجات جيست نتاع مقابل خدمات اللي تقدم ماء ضوء تهيئة. عندنا فني يركب لهم الضوء يوصل لهم، عندنا جرارات كركر لهم الماء، عندنا خويا كل شيء يوفر لهم اضاءه، وخاصه الماء. نحن عندنا مشكله في الماء، السهاريج يجيبوا لهم الماء. هي المقابل ده بالتكلفه نتاع الخدمات اللي يقدموها لهم وفرحانين هم بها، يخدموا ويسترزقوا وربي يعينهم. ربي يعينهم. هاك المركز مريقل نتاع الخيل اهم حاجه. ان شاء الله تجي هذاك هو المركز خدمنا فيه خدمه من
بعد عيد الاضحى، ونحن لحد الساعه اليوم شفت الوقت اللي زارونا الساده المسؤولين والفريق الامني فرحوا بالتحضيرات اللي قمنا بها. عملنا جزء من السياج، عملنا اضاءه، كملنا المنصه معناها على احسن وجه. الحمد لله تحضيرات بعد جهد الاهالي مشكورين، خاصه العمل اللي تدخلوا معنا فتره صباحيه ومسائيه في السخانه هذه، مشكورين من المنبر هذا، نحييهم شخص المجموعه الكبيره اللي قاموا معنا ووقفوا معنا، لولاها ما وصلنا اللي حبينا نوصل. اعطاك مربى على قد نيتكم، يعني هو نهار 25 جويلية يتغير الطقس معناها، الحمد لله يا رب، تولي الامور يعني الطقس يولي تنخفض برشا درجات الحراره، وتولي معناها الامور يعني الزياره تكون هكا مريقله مريحه بالنسبه للعائلات وبالنسبه للصغار وللكبار الكل. طيب اضافه الى العروض الفروسيه وبطبيعه الحال المعرض هذايا التجاري، لابد ان هنالك عروض اخرى في هذا المعرض. اي نحن حبينا نبدو بالسوق التجاري خاطر بدا هو الاول بالكل سبق وبما ما نكملوا تو في التفاصيل نتاع المهرجان. نحن المهرجان حبينا نخرجوا من الروتين المعتاد نتاع المهرجانات ونشملوا الفئات الكل، عمريه الكل. عندنا ان شاء الله الفروسيه كما قلت تظل 3 ايام فقره قاره مسائيه ويشاركوا فيها جميع الفرسان بدون استثناء، من سيدي علي بن عون، من سبات ولد عسكر، من فريق الأصالة، جمعية الأصالة ماجد بن عباس، ولاد معمر، ولاد زيد، ولاد وهيبة، مجموعات ربما ننسى الهشرية، المجموعات الفروسية المتميزة كلها موجودة في المهرجان. ممتاز. معناها واحد كي يجي يلقى ما يتفرج معناها ويستمتع بالعروض الفروسية. هذا بالنسبة للفروسية. بالنسبة للعروض الفنية عندنا 3 سهرات الحمد لله، وفقنا باش نكون سهرات ذات قيمة ومتنوعة وتشمل الشبابي وتشمل كل الانماط مثلا الشعبيه البدويه. عندنا وعندنا بالمهرجانات نحن خاطر فيها تابع روحي وصوفي. الافتتاح باش يكون فيه فرقه الانشاد الصوفي المزار بقياده رياض الشابي، مجموعه متميزه رياض وجمال الشابي. باش المزار ان شاء الله تكون في الافتتاح نهار جمعه، وهو مهرجان فيه الاولياء الصالحين. حبذنا باش تكون المزار هي في الافتتاح، والحمد لله ومشكورة وزارة الثقافة ومديرية الثقافة على دعمهم بهذا العرض المدعم. وعندنا السهرة الثانية سهرة الشاب بشير إن شاء الله، سهرة حدث هذيك سميناها. وعندنا الاختتام مع سهرة الشاب ابتسام فرقتها كاملة إن شاء الله. هذه بالنسبة للعروض الفنية. كما قلت لك معناها الصغيرات ما عندهم شيء، ما عندهمش حظ الصغيرات الوليدات الصغار. أيوة ياكلوا كل حلوة في الزردة. قاعد نمشي معك تدريجيا. احنا قلت لك برنامجنا كان ان شاء الله نشملوا الفئات الكل. عندنا عرض سهر 26 بدايه من 8 صباحا مع عمو سهيل تنشيط الاطفال. ممتاز. هذا معناها اول مره ممكن من المهرجانات القلائل اللي يفكروا فيه خاصه، وعملنا في فتره صباحيه باش المهرجان يكون ناشط بحكم عندنا سوق تجاري والناس تمشي تبضع ونساء ويهزوا وليدات معاهم. هانوا فرصه من الاولاد يفرهدوا وهم يبضعوا وصباح الجو الطف من المساء، ونحن بحكم المساء معناها عندنا عروض فروسيه ما نجموش على خاطر موعد الاذان يدهمنا. اعطينا العروض اللي بعدها. وعندنا نشاط رياضي نهار 27 صباحا في رياض الكاراتيه يشرف عليه مجموعه سيدي علي بن عون للكاراتيه بقياده منجي ميري لترغيب الاطفال في الشباب في الرياضه. هذه بالنسبه للفقرات عندنا. وعندنا مسابقه حدثناها لاحداث احياء الالعاب التراثيه وعملت ضجه وبوليميك ونقدونا فيها هذه مش الخربقه هذه. شو الفرق بين الخربقه والشطرنج يا اخي؟ الخربقه كيما الشطرنج معناها هي لعبه شعبيه. تفهم اما صرنا نقد ما حبيناش نرجعوا. نحن كي تنجح الدوره بعد نحن بحكم مهرجان فروسي وتراث واللعبه هذه شعبيه تراثيه صار نقد وبوليميك ونمشي كيفاش تتبرمج. ثم ناس مولعين بها وكلموني من الجهات الكل مجارة من قفصة ومن سيدي بوزيد ومن قاصرين معنا عدد مهول. لا الخربقة هي لعبة يعني لعبة فكرية ممتازة كما الشطرنج. عملة فكرية ولا ولت شعبية يعني شعبية على الانترنت ولت فيها بطولة عربية، ولت موجودة على الانترنت وفيها بطولة عربية. مش مشكل خليك كذاك مش متابعة الشأن الثقافي على الأقل النقد يكون في المستوى. قلبك معبس يا عبد الحميد يا حاجة اسمع يصير فيها بوليميك باش تنجح.
سعد مجيد تجاوز مش مشكله، خلينا نقدموا شوي. شنو عندنا بالنسبه لي عندنا العروض الاطفال، العروض اذا كما كنت تحكي على الالعاب الشعبيه والفروسيه وغيره ثم عروض اخرى شعريه، ثم الشعر. عندنا في الافتتاح الشاعر بشير عبد العظيم. ممتازه بشير عبد العظيم. ايوه هذا في الافتتاح ان شاء الله في الفتره المسائيه الامسيه شعريه مراوحه مع في الافتتاح مع عرض فروسيه وعرض الافتتاح تكون السيد بشير عبد العظيم. اهم حاجه في المهرجان سي عبد المجيد وانت تعرف هي تامين الزوار، يعني الزائر وقت اللي يجي يبدا مامن السلعه اللي عنده بضاعه غاديك يبدا متامن، يعني عنده يعني امان، يعني فهمت تو شنو نقصد؟ الحمد لله كلهم ضامنين وحاسين بالنقطه هذه، ونحن ننجحوا بالامر. واضح. نحن ثم عندنا متطوعين فريق ممتاز. ايوه حرصنا باش يكون عنده زي موحد باش حتى الامنيين يعرفوهم. ايوه الساده الامنيين عاينوا مكان واعطونا النقائص باش نتلافاها واعطونا توصيات باش نخدموا بها، وان شاء الله مع المجموعه الامن في تونس البركل عليه ويعرف التظاهرات ويعرف يامنها، واعطيناهم كل شيء ونحن على ذمتهم ويطلبوه منا، وان شاء الله يكون تامين ممتاز كما صار عملول، والناس كلها روحت فرحانه وخدموا 4 ايام. سعد مجيد في اقل من دقيقه كلمه اهالي المنصوره. انا نشكر الاهالي المنصوره ونقولها من مهرجانكم توقفوا معاه، نحن متطوعين توني مده 3 شهور ونخدموا من اجلهم هما، وباش يوصل لدرجات متقدمه، وما دامنا على راس المهرجان رانا نخدموا ونسعوا، نحن ما نخدموش. انت شفت الدوره اللي فاتت وتجي تشرف على الدوره هذه تحكم، نحن رانا نتقدموا وماذا بينا يكون مهرجان دولي، لما لا؟ معناها باش نخدموا ثم اهم حاجه سي عبد المجيد، اهم حاجه ثم انسجام مع السلطه ولا خاطر كذا كما مع السلطه مذكورين الساده المندوبين ما نجمش ينجح مهرجان تبدا الناس متعاركه ضد بعضها. بالنسبه نحن لا منسجمين مع السلطه كل ما عندناش اشكاليه حتى مع اي كان امنيين محليين الساده المندوبين الساده الولايات الساده في الولايه كلهم متعاونين معنا البلديه ونخدموا بالشراكه، ما ننجحوا الا بالشراكه مع كل ما موجود. وهذا سعد مجيد الاهالي المنصوره وان شاء الله الدوره تعجبهم وان شاء الله نبنوا عليها والعام الجاي تكون افضل من السنه. ان شاء الله العام الجاي افضل. صحيح. سي عبد المجيد المنصر رئيس جمعيه الثقافه والابداع والطفوله بالمنصوره، المشرف على المهرجان الوطني الحاج نصر للفروسيه والتراث. موعدكم اذا يبدا غدوه بعد غدوتين في المنصوره. برنامجها برعايه شركه سكوبي. نرجو نتمنوا الشفاء العاجل سي عبد الحميد العميري، كذلك لمقهى برعايه مقهى تراس واستراحه الامراء ووكاله الشويقي للاصفار. ما ننساوش زاد ديليس. شكرا لكم. بعد الاذان باذن الله نلتقي موعد الاذان. الله أكبر.